بصراحة لما لقيته متمسك بيها مرضتش ان انا ازعله، ورحت فعلا وخطبتها له وجوزته معايا في الشقة. يعني جوزت ابني معايا في الشقة لان الشقة كانت كبيرة وواسعة، وشفت ابني هو مبسوط مع مراته، وطول الوقت كنت بسمع صوتهم مع بعض وهما في الأوضة، صوت ضحك ولعب وهزار. ولما كنت بسمعهم مع بعض كنت بحس يعني بحاجات كده غريبة من جوايا. ما انا زي ما قلتلكم، انا ارملة بقالي 20 سنة وعايشة لوحدي. انا كان ليا اوضتي عايشة فيها، وسبت باقي الشقة لابني ومراته. انا طول النهار كنت في الكوافير بتاعي، مبطلعش اوضتي غير على الساعة 12 بالليل. يعني طول النهار سايبة الشقة لابني ومراته. وغير كده حتى لما بكون موجودة مكانوش بيحسوا بوجودي، لان انا دايما كنت قاعدة في اوضتي وقافلة على نفسي. بس كنت ملاحظة يعني من مرات ابني ان هي من يوم ما جت وهي كانت مش طايقاني وزهقانة من قعدتي معاهم في الشقة. وغير كده كمان كانت دايما بتقسي ابن عليا، واول ما يجي من برا تقعد تقوله امك عملت وامك سوت، وكل الحاجات اللي كانت بتقولها دي ما كانتش بتحصل ولا انا كنت بعملها. لان انا زي ما قلتلكم طول النهار كنت في الكوافير بتاعي، ما بطلعش غير الساعة 12 بالليل، وانا اللي كنت شايلة مصاريف البيت ومصاريفهم. انا اللي كنت بديهم دايما مصاريفهم، وفي المقابل ما كنتش بلاقي معاملة كويسة. بالعكس، دي كانت كمان من كتر كلامها عليا بدأت تقوي قلب ابن عليا، وبقى يعاملني وحش ويعلي صوته عليا، ودايما يقولي انت مش طايقة مراتي في البيت، وانت على طول بتعملي مشاكل. وانا اقوله يا ابني انا طول النهار في شغلي ما بعملش حاجة، انا ما بطلبش منها حاجة، وبطلع من شغلي مرهقة وتعبانة وبدخل على اوضتي. ازاي بقى مراتك مش طايقاني ليه؟ كل ده علشان تطفشوني من الشقة. ولقيتها في يوم جايالي وبتقولي انا هسيب لكم البيت وهمشي، والولاد عندك اهم، تربيهم بقى ما تربيهمش انتوا حرين، وابنك كمان عندك، لان انا خلاص زهقت من العيشة دي. قلت لها ليه يا بنتي هتسيبي ولادك وتمشي ليه؟ وتسيبي كمان جوزك ليه وتمشي؟ هو انا عملت فيك ايه لكل ده؟ لقيتها بتقولي انا زهقت وانا همشي واروح اقعد عند اهلي.